تهديد بالقتل من طرف أنصار حركة الماس. شوفي، كاين شتم، كاين تهديد، كاين دوك تشوفي نهار تكلمت على الكيان الصهيوني، هاجموني في المواقع التواصل الاجتماعي وداروا عليا كل الاشاعات. شوفي، هادم يعتبروا انصار وحلفاء آل صهيون اللي قيس لهم حبابهم هادوما، والدوله والكيان الحامي لهم يدمروه بالاعلام بالوسط. طبعا احنا ما قدروش يدمروني لانه الشعب راه قال وجه الخروف معروف. هما يعرفون السيده صالحي، نعيمه الغليمي صالحي، سيده محترمه، ام ل5 اولاد، زوجه محترمه، ناجحه سياسيا وعائليا، وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي راني من عائله ثوريه، ما يقدروا لي يشوفوني شيء. ما عندي ملفات سوداء، ما ديت اموال الشعب. حتى لما رحت باش ترشحت ديت اصوات من الشعب، وانا نبقى دائما نشكر اهل بومرداس وخاصه القبائل باش نتفاهموا. صدقيني يعني ان معظم الاصوات اخذتها طيب، من القبائل. توعتي باتخاذ اجراءات ضدهم في المستقبل؟ قمتي بهذه الاجراءات؟ انا علنت حطيت، وما قدرتش نحط الكلام لانه قلت قبيح وداني، فما قدرتش. ونقول يعني، وقلت باللي اذا كان الاباء نتاعنا ما خافوش من الحلف الاطلسي، نخاف انا من الشير ديما كما هذه. ولكن يبقى لومي كبير وكبير جدا على السلطات الجزائريه، لان الدستور واضح وقانون العقوبات واضح. علاش يخليوا هاد الناس تكبر شوكتهم؟ ولازم يعلم الشعب الجزائري ان التقسيم الدولي يبدا بهذه الطريقه. الناس راهي تتهاون وتقول باللي راهم يقدروا يديروا والو، ما فيها والو، لكن صدقوني يرجعوا للتواريخ نتاع الدول اللي تقسمت وتجزأت وصرا فيها الاستقلال الذاتي. شوفوا باللي ما هكذا بداو. ولهذا لازم نقطعوا دابر هؤلاء الناس، ولازم الدوله الجزائريه تاخذ ضدهم كل الاجراءات وبحكم القانون والدستور، ما قلناش اكثر. وتبقى كما يعني بلادي احبك فوق الظنون. لازم احنا كل نؤمنوا بهذه. انا بلادي احبك فوق الظنون ما هوش رياء، هي حقيقه. انا احب الجزائر. كتب علي احدهم وقال باللي السيده صالحي تروح للخارج. انا صدقيني ندير الفيزا والله تموت وما نخرج. هاي كل السلطات على بالها. عندي اكثر من 3 سنين ما نخرجش للخارج. يعني ما عنديش وقت حتى باش نروح للفسحه. نعم. طيب سيدة